السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد واقتراح جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم عصير ديال السفرجل والرمان. عندي هنا القدر الكافي ديال الرمان على حسب عدد الأشخاص. عندي واحد السفرجلة كبيرة طايبة وحلوة، وعندي المندرين. المهم المندرين ولا البرتقال اللي كان متوفر. صافي غادي نستعن بالماء الا احتاجيتو في الاخر. ناخذ هاد السفرجله تكون حلوه وتكون طايبه ماشي حامضه. هاد السفرجل راه قاصح في التنقيه. اللي بغاه الا كان عندكم كثير يدار في يتسلق واحد 5 دقائق، ولا غير يتسخن واحد 2 دقائق ولا 3. وخاص الموس يكون ماضي. ناخذ الغراف اولا الكاس ديال العصير ندير المندرين هو الاول باش يساعدني على الطحين. المندرين يتقسم على 2 ويتحيدوا له فيه شي عظام. الرمان غنبقى نزيد شويه بشويه، نطحن ونزيد حتى نكمل. طبعا ناخذ واحد جبانه صفايه يكونوا عينيها شويه واسعين، ما تكونش رقيقه بزاف، يهبطوا لينا شويه ديال الالياف. صافي غادي ناخذ هذا وغادي نعاود نطحنو مره اخرى، نزيدو واحد 2 ديال اما الماء او المندرين ولا البرتقال ولا اللي كاين، وغادي نعاود نطحنو. راني عاودت طحنتو المره الثانيه، كان باقي فيه لينا خصو يقطر مزيان. زدتو 2 ديال المندرين. وطيب هذا هو الشكل النهائي ديال العصير الرمان والسفرجل والمندرين. الكثافه كتبقى حسب الذوق، بغيتو تزيدوها قاصحه على هذه زيدوها السفرجل، بغيتوها خف من هذه زيدوا الماء ولا العصير البرتقال ولا ديال المندرين. بغيتو تزيدوا فيه اللي ما عندوش مشكل مع الحامض يعصر واحد نص حامضه ويزيدها فيه. وراه غني بالفوائد بلا ما نقول لكم. الانسان راه تيدخل وتيبحث الفوائد اللي في الرمان، الفوائد اللي في السفرجل. الله سبحانه وتعالى عطانا هذه الفواكه في هذا الوقت ديال البرد والشتاء. علاش؟ على اغلبيه الناس يتروحوا، وهذه نعمه من عند الله، الحمد لله عليه ونشكروه. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال، وارزق المحتاج يا رب العالمين. تنقدم لكم بالصحه والراحه، والى اللقاء فيديو مقبل ان شاء الله.